معاكم للسويس. وكمان عندنا النهارده يعني مفاجأة جميلة جدا، فرقة القومية لفرع ثقافة السويس للإنشاد الديني عملوا فكرة رائعة جدا وبدأوا ان هم ينفذوها بالفعل من حوالي 6 شهور، وهي يعني زي خليط ما بين الإنشاد الديني الإسلامي والكنسي. دي حاجة جميلة جدا، شاركوا في مسابقات، بيقدموا عروض، يعني الحقيقة حاجة من الأفكار الجميلة واللي يمكن كمان نشوفها اتعممت في فروع الثقافة في المحافظات في الوقت القريب. عايزين نتكلم عن الثقافة عموما في مصر، وعايزين نتكلم على قد ايه الدولة بتهتم وبتدي اهتمام للثقافة ونشر الثقافة والوعي الثقافي في المحافظات المختلفة. ده هيكون من خلال لقائنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو، عميد عبد المنعم حلاوة، مدير عام ثقافة السويس. مساء الخير واهلا بحضرتك. مساء النور، اهلا بيك وبالساده المشاهدين. منورنا، الحمد لله على السلامه. الطريق كان كويس؟ جميل، الحمد لله. طريق جميل، تحسن اكتر من الاول بكتير. جميل. طب لو عايزين كده يعني ناخد فكره الثقافة، أو لما نقول مثلا فرع ثقافة السويس، إيه اللي بيقدمه فرع ثقافة السويس؟ حضرتك قلت إن قصر الثقافة ده هو جزء واحد بس تمام. من الخدمات اللي بتقدم من فرع الثقافة. لو عايزين نتكلم عن الفرع بصفة عامة والخدمات والأنشطة اللي بيقدمها. هو فرع ثقافة السويس ده أحد الأفرع التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، جزء من الهيئة العامة لقصور الثقافة. الهيئة العامة لقصور الثقافة أحد قطاعات وزارة الثقافة. وإحنا طبعا في كل الفترات يعني وزارة الثقافة بتهتم بوصول الخدمة الثقافية لكل الناس في جميع أنحاء المحافظات. تمام. لكن في الفترة الأخيرة الدكتورة نيفين الكيلاني يعني في تشديد على تمكين المواطن المصري من كم الثقافة اللي المفروض يصل له عشان يعني الارتقاء بالذوق العام. ازاي؟ يعني ايه الاليات بقى اللي بيتم تنفيذها عشان اقدر ان انا احقق ده واوصل لكل مواطن؟ هو طبعا في الاول انا بشوف ايه الامكانيات المتاحه عندي في الفتره الحاليه اللي هي قصر الثقافه وبعض البيوت، لكن في اماكن تانية مش متوفر لها الخدمه، او في ناس مش عايزه تيجي قصر الثقافه. بيطلع لها قوافل ثقافيه تطلع الاماكن المفتوحه وتطلع الاماكن المحرومه، تؤدي خدمات ثقافيه للمواطنين، منها ورش، منها عروض فنية بتتقدم، منها لقاءات أدبية عشان نعرف الناس ازاي يتكلموا، ايه الموضوعات اللي يتكلموا فيها، ازاي يبقى أديب شاطر، ازاي يبقى كاتب محترم. كل الحاجات دي يعني الاهتمام بيها في الفترة الأخيرة اهتمام قوي جدا وتركيز عالي جدا على ان الخدمة تصل للناس اللي الخدمات ما بتصلش ليهم بسهولة. والاستجابة، يعني هل المواطن بيستجيب لده وبيحاول ان هو يسعى ليكوا عشان يقدر ان هو يحقق الهدف ده؟ هو طبعا في استجابه عاليه جدا، بدليل احنا كان في احد المواقف الطريفه كنا بنعمل ورشه لتعليم الخرز لاحد القرى في القطاع الريفي، وبعد تاني يوم في بنت تغيبت، فجت بعدها بيوم قابلتها فبقول لها انت ما بتجيش ليه يا حبيبتي؟ قالت خلاص انا مش عايزاكم، انا خلاص اتعلمت وبعمل الحاجات اللي انتوا علمتوها لي. اتعلمت خلاص، استفادت يعني، وببيعها وبكسب منها. ان هي بتقعد مع زمايلها تعمل خرز وميداليات وحاجات زي كده وتبيعها لزمايلها وهم يستفيدوا، وهي بتستفيد ماليا وزمايلهم بيستفيدوا. وقالت كمان انا ممكن اعلم ناس تاني زي ما انتوا يعني هو مش بس ادب والثقافه، لكن كمان في زي المشغولات زي ما حضرتك بتتكلم كده، ان في كمان بعض الحرف ممكن يتم تعليمها من خلال فروع الثقافه. طبعا. احنا كمان في الفتره الاخيره اتعملت يعني دوره تدريبيه كرييتيف سيركل، ودي اصلا مع الاتحاد الاوروبي، شراكه مع الاتحاد الاوروبي و يعني وزاره الثقافه بدعم من سياده اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، دعم لوجستي، وبيدي دعم مالي لكل الانشطه ودعم لوجستي لكل الناس اللي بيجي، بيقول هاتوا ارتقوا بالموضوع، هاتوا احسن كفاءات، وانا يعني داعم في ظهركم حتى لو الميزانيات مش هتكفي اننا نعمل كده. عايزين نقدم للناس احسن حاجه موجوده، وده واضح طبعا في مستوى الشوارع والجناين والحدائق ومستوى الشواطئ. طبعا هي الجمهوريه الجديده كل الناس ماشيه في الاتجاه ده، اللي مش موجود في الاتجاه في انه يمشي في الاتجاه ده متهيألي يعني ما ينفعش يبقى موجود في قيادات الدوله في الفتره دي. طيب لو هنتكلم بقى عن الفرقه، يمكن احنا تركيزنا كمان الاكتر حبينا ناخد بس في البدايه فكره عن انشطه
ثقافة السويس. لكن لو هنتكلم بقى عن الفرقة وازاي جت تأسيس فرقة إنشاد يكون مجمع ما بين الدين الإسلامي والكنسي والإنشاد الكنسي. هو الفكرة بدأت في البداية خالص، أنا كنت ماسك مدير ثقافة جنوب سيناء في أحد الفترات يعني من 2016 ل 2018، وكان بيتعمل ملتقى الأديان وما زال اللي هو تشبيك جميع الديانات إن هي تبقى متواجدة مع بعضيها في حفلة، في الاحتفال كنسي إسلامي في كل الديانات. كل الديانات. فأنا عجبتني الفكرة جدا، وقلت إيه المانع ان احنا ما نثبتش الفكره عندنا وتبقى فكره دائمه. يعني يبقى عندي فرقه متواجده بصفه دائمه، منها بنبين للناس التشابك اللي ما فيش فروق ما بين مسلم ومسيحي، بندي رساله واضحه، مفيش عنصريه، مفيش، بندي رساله واضحه للعالم كله، كلهم بيقولوا مع بعض. يعني انا عندي الكورال الاسلامي المايسترو مصطفى السرحة، موسيقيين محترمين كمان جدا على قدر عالي جدا. عندي كورال الانبا انطونيوس، ازاي كلهم بيشكروا في بعض. لما هتشوف حضرتك الولاد حاجه محترمه جدا. وخلاص الناس اتغيرت، احنا لازم نقول للناس احنا اتغيرنا للاحسن. البلد جميله وللاحسن. طيب حضرتك يعني الفكره خدناها من احتفاليه في جنوب سيناء للسويس وبقت فرقه قائمه، يعني بقت حاجه كمان مستمره معانا. تمام. اختيار بقى اعضاء الفرقه كان بيرجع لمين؟ هو طبعا الكورال الاسلامي المايسترو مصطفى السرحة هو اللي اختار الموسيقيين على اساس ان هو عارفهم كويس جدا. هو مايسترو محترم وقوي جدا، وهم حابين البلد، مجموعه موسيقيين اقوياء بيحبوا البلد جدا وعايزين يشتغلوا لصالح مصر، ما يهمهمش اي حاجه تانية. هو كون الكورال الاسلامي، وانا عندي الاستاذ مجدي كورال الانبا انطونيوس من كنيسه الانبا انطونيوس. وانا اتفقت يعني قابلت كل الكنائس تقريبا. هم الكورال بتاع الانبا انطونيوس كورال قديم جدا، بقاله 45 سنه متواجد، شطار جدا، والهارموني بتاعهم عالي ومهاراتهم عاليه جدا، وبيدوا اضافه لاي فرقه هم موجودين فيها. هو الفرقه شكلها مبهر، يعني هي فرق قائمه، بس اللي حصل ان انا عملت الدمج بين الفرقتين، تشبيك ما بين الفرقتين. هو الفرقه الاسلامي ما كانتش، مش معظمها يعني بيقولوا اسلامي، الموسيقيين موسيقيين والباقي ممكن ما بين اسلامي وما بين بيغني. لكن الفكره لما اطلقنا الفكره فعجبت كل المجموعه، وكله كان مصر ان الفكره تبقى موجوده وتحيا وتطلع للنور يعني. طب ما احنا يا ريت يا جماعه نسمع حاجه، لو معانا اي عرض للفرقه نسمعها كمان ونشوف ازاي بقى الدمج ده حصل وقد ايه اثر. بس على ما نجهزها برضو عايزه ارجع لحضرتك، قد ايه كان الفكره دي الاقبال عليها؟ قد ايه العروض اللي بيتم للفرق في اقبال من الجمهور مواطنين ان هم يشوفوا الدمج الجميل ده؟ هو احنا اول ما بدانا الفرقه طبعا احنا المفروض اي فرقه بتعمل 8 بروفات وعارضين في خلال داخل المحافظه. اول ما بدانا عارضين ده شهري ولا اسبوعي؟ عارضين شهري. خلال الشهر بتعمل عارضين ثابتين دول مقاوم الفرقه. بعد كده لو عايزين نعمل عروض في اي محافظه تانية بنعملها. لو في اي احتفاليات الفرقه بتتحرك وتعمل الاحتفاليه. الفرقه الاسلامي بتعمل الاحتفاليات الاسلاميه، والفرقه الكنسي بتعمل الاحتفاليات اللي هي اللي بتتبع الشق الكنسي بتاعها او الاعياد المسيحيه. هم بيشتغلوا كويس مع بعض. على الرغم من كده هم ليهم 8 بروفات، كانوا بيعملوا بروفات اكستنشن ومش عايزين ليها فلوس عشان الموضوع يتجمع. وفي كمان بروفات بتتعمل داخل الكنيسه للكورال الكنسي، والمجموعه الاسلامي بتعمل بروفات كتير، بيكثفوا بروفات عشان يبقى الشكل كويس يعني. جميل. طيب عايزين نعرف برضو من حضرتك، قلت لنا كمان ان الفكره دي من كتر ما لاقت اعجاب ان هي هيتم تعميمها كمان. عايزين نعرف برضو مين اللي شاف الفرقه وتم الاقتناع بالفكره الجميله دي وفكر ان هو يعممها على مستوى الجمهوريه. هو طبعا الفرقه قوامها كبير شويه، فكان صعب ان هي تعتمد، يعني صعب ان الفرقه بالكيان ده كله تعتمد. فكان الفنان هشام عطوة رئيس الهيئه العامه لاصول الثقافه ادى دعم بان الفرقه تعتمد ككيان خاص، ويديها استثناء في العدد بتاعها، لان العدد بتاعها طبعا كبير جدا. عدد استثناء هو ليه في حاجه معينه مقنن يعني اعداد الفرق؟ اعداد الفرق دي ما بتزيدش عن 25
يعني عضو عضو ما بين موسيقي ومنشد. منشد بس كان هيبقى صعب جدا. انا عندي عدد الموسيقيين لا يقل عن 16 17 واحد، ده غير والغير المنشدين الكورال الاسلامي اه. والكنسي، غير ان في 2 مايسترو، واحد اسلامي وواحد كنسي. ف... فكان صعب قوي ان هي تعتمد بالكيان الصغير ده. فخدت استثناء واعتمدت بكيان اكبر شويه عشان تخرج للنور. واحنا جربنا اول عرض خارجي اتعمل في احتفالات باعياد محافظه جنوب سيناء، واحتفلنا بالمولد النبوي، وهم هيحتفلوا بالاعياد الكريسماس الميلاد الفتره اللي جايه. فان شاء الله اللي جاي احسن يعني. ان شاء الله. الفيديو جاهز معانا يا جماعه، الفيديو الخاص بالفرقه القوميه للانشاد محافظه السويس. طيب بنكمل طبعا مع حضرتك على ما الفيديو يجهز. وعايزين نعرف برضو حضرتك بتقول ان في خطوات كتير قوي تم اتخاذها عشان نرتقي بفروع الثقافة في محافظات الجمهورية، غير طبعا الفرقة. نقدر نقول ايه التاني اللي تم تنفيذه يعني حتى الآن؟ احنا طبعا الموضوع مش مجرد، احنا عندنا نشاط ثقافي ونشاط فني، مش مجرد نشاط ثقافي وفني بس. احنا كمان المفروض اننا بنعظم الربحية لدى الآخر، يعني لدى المواطنين. احنا عملنا دورة بتاعت كرييتيف سيركل مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الثقافة، بالشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الثقافة. اتحاد المعاهد الأوروبية اتعملت في السويس عشان المدير الثقافي الناجح ازاي يبدأ مشروع، ازاي يخطط للمشروع، ازاي يخطط استراتيجي، ازاي يخطط مالي، ازاي يعمل لوجستيات بتاعته، ازاي يعمل شراكات ما بينه وما بين الجهات الاخرى، زي تشبيك الشراكات ما بين المجلس الاعلى للثقافه وما بين قطاعات وزاره الثقافه ككل، عشان تطلع وترتقي بحاجه كويسه تتعمل للناس. وكمان مش كده وبس، لا ده بيسوق تسويق عادي وتسويق الكتروني. وازاي كمان التسويق الالكتروني ان هو يخش في التخصص قوي، يعمل لنفسه ويب سايت او يعمل لنفسه صفحه، وازاي الصفحه دي كل ده بيتم التدريب عليه اثناء الدوره التدريبيه. الدوره التدريبيه كانت اكتر من رائع، وكانت حاجه عظيمه جدا. دي دوره مجانيه ولا مجانيه؟ اتعمل لها فورم على الوسائل على الانترنت، والناس ملت الفورم ده تعمم وتتعمل مرة تانية، ووافق المجلس الأعلى للثقافة إن تتعمل مرة تانية داخل محافظة السويس، لأن ليها إقبال في السويس كويس قوي. يعني كان الصدى بتاعها كويس والناس استفادت منها. الناس فعلا عايزة تعمل مشروعات ومش عارفة تبدأ إزاي، ومش عارف يحل المشاكل بتاعته إزاي. كمان مش أنا صاحب مشروع هدفع فلوس، لا ده الموضوع إنه عرفنا كمان ازاي انا اخد المنح اللي بتقدم لمثل هذه المشروعات، وايه المواقع اللي بتقدم المنح دي، ازاي اتعامل معاها، وازاي الطريقه اللي انا وكمان في بروتوكولات مع جهات مختلفه عشان نقدر ان احنا نوصل للهدف بالظبط. كمان الدوره اللي اتعملت دي في نهايتها هيتعمل مسابقه لاحسن مشروعين، واحسن مشروعين دول هياخدوا منحه عشان ينفذوا على ارض لا ده احنا عايزين نتكلم بقى عن المشاريع والمنح، بس احنا كمان معانا يعني جزء من عروض الفرقه فبنشوفه وبنرجع مره تانية نكمل لقاء.
تنوع جميل الحقيقة، إنشاد، وكمان الفرقة اللي شفناها بعد فرقة الإنشاد الديني الخاصة بذوي الهمم. عايزين برضو حضرتك تدينا فكرة عنها كده. هو طبعا واحنا بنشكل الفرق بتاعتنا كان لازم ولادنا ذوي الهمم يبقى ليهم قدر خاص بيهم، هم عايزين يبقوا زي الناس، واحنا ما عندناش اي مشكله، وكل الدعم كان ليهم. عملنا زي فرقه فنون الشعبيه الكبار وفرقه فنون شعبيه اطفال، عملنا فرقه فنون شعبيه لذوي الهمم، واكتر من رائع. هي على فكره اشتركت، يعتبر من الفرق اللي اشتركت في حاجات كتير جدا في خلال الفتره اللي فاتت، اشتركت في اعياد المحافظه، ودخلت في مسابقات تبع الشباب والرياضه، وجاهزين ان هم يخشوا في اي مسابقات. هم ذهنهم هو ده افضل سياده العميد ان انا اعمل لهم فرقه، ولا الافضل ان انا ادخلهم مع الفرق القائمه بالفعل؟ هو الافضل ان هو يبقى فرقته لوحدها. ليه بقى؟ هيستمتع بالخصوصيه، وهيثقل مهاره الفرقه. لما بتبقى فرقه بيبقى الفروق الفرديه واضحه في المهاره، فبيبقى صعب شويه. انا كنت عاملها في الاول دمج، وبعد كده قلنا لا، خليها فرقه اللي هم قادرين، ما مشيتش الدنيا، هم قادرين يعملوا الفرقه بقوه، وطلعت جميله، بيعملوا عروض جميله وحابين فاهمين الموضوع كمان. واحنا بنعمل العرض مش بنعمله منه للمايسترو بتاع الفرقه او مدرب الفرقه، لا، ده بيبقى في ناس بتوع تدريب وتعليم سلوك عشان يبقوا موجودين مع الولاد، يحافظوا على المنظر اللي حضرتك شفتيه. هم بيأدي الحركات بالظبط زيه زي الاسوياء، ما فيش عنده مشكله خالص، وهو فاهم هو بيعمل ايه. فاهم ان هو بيعمل رقصه صيادين، فاهم ان هو بيعمل الحنه السويسي، عارف هو بيعمل ايه يعني. يعني هو يمكن كمان المقاطع كانت بسيطة شوية، بس يمكن خدنا برضو فكرة عن الموضوع. برجع أكمل مع حضرتك النقطة اللي توقفنا فيها قبل ما نخرج للفيديو، وكنا بنتكلم عن ان كمان بيتم مش بس التدريب على ازاي الاداره وازاي ان هو يكون صاحب عمل خاص بيه، لا ده انا كمان بيبقى في شراكات ان انا اقدر ازاي اوفر له ان هو يبدا مشروعه حتى كمان بدون عبء مادي عليه. ده متوفر من خلال الشراكات اللي بتتعمل مع السفارات والمنظمات الدوليه المعتمده، ودي الناس كلها عرفت، كل الجهات اللي هي بتدي شراكات في الاتجاه ده، ومنهم الاتحاد الاوروبي. وهي الاتحاد الاوروبي ادى موضوع سهل يعني سياده العميد، ولا برضو في عراقيل وفي روتين وفي ولا اي حاجه خالص؟ هو الموضوع عايز دوره تدريبيه، يعرف ازاي يبدا وازاي يكتب المشروع. مهم جدا. يعني انا اعمل ايه؟ على فكره اللي يحضر المشروع ده مش يعني حد ملوش علاقه بالثقافه وعايز يفتح مشروع تاني ملوش علاقه بالثقافه خالص، هيعرف يعمل مشروع. صحيح. لو حضر الدوره دي يقدر، لان هو بيعلمه استراتيجيات عامه، ازاي يخطط لمشروع، ازاي يخطط له مالي. فده مشروع يحطه في دماغه انه موضوع عام يعني، وازاي يشبك شراكات، وبعد كده ازاي يسوق تسويق عادي وتسويق كل حاجه، بديله كل حاجه، من ازاي يحسب الخامات ويحسب يعمل حساب السوق، يشوف الخامه اللي عايزها هيقدر يسوق لها في اسواق متوفره ولا لا، في لو ما فيش البدايل بتاعته يعمل لنفسه بدايل كده يعني. فكان لا، حاجه مثمره وكانت حاجه جميله. يعني دور كبير ومهم جدا فعلا. يعني انا يمكن ما كنتش عارف ان الثقافه او فروع الثقافه في المحافظات بتقدم يمكن كل الخدمات دي، فحضرتك طبعا النهارده اديتنا معلومات وافيه جدا عن الموضوع. شفنا كمان الفرق الجميله اللي موجوده داخل فروع الثقافه بالسويس. بشكر حضرتك جدا، بتمنى مزيد من التوفيق لحضرتك ولكل القائمين على العمل هناك. شكرا لحضرتك، وان شاء الله نبقى في انشطه ثقافيه تانية كتير عندنا نقدمها لكم في لقاءات اخرى ان شاء الله. ميرسي لحضرتك سياده العميد عبد المنعم حلاوه، مدير عام ثقافه السويس. بنطلع مشاهدينا معاكم لفاصل، بنرجع لكم مره تانية، خليكم معانا.